بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه في الساعة دي؟ احبائي كلهم، كل حبايبي واللي انا بحبهم واللي بيعجبهم اكلاتي وكده. فعايزة اقول لكم ان انا رحت السوق وجبت بقى مشتريات وكده، وهنعمل الاكل مع بعض. النهاردة هناكل سمك وهوريكم بقى ايه الاكل. اهو شايفين طبعا البدنجان والليمون والخضره والطماطم. الطماطم غاليه الحقيقه. والسلطه، الخس، جرجير، والسمك. هنطلع السمك بقى. ده يا حبايبي قلبي ده سمك مكرونه، اللي يعرفوه يعني. انتوا عارفين بقى اكل اسكندريه الفظيع ده سمك اسمه سمك مكرونة. فده هو غالي شوية بس تحفة في الأكل وما فيهوش شوك وممكن تأكليه للأطفال، ولازم تكون جامدة كده وصاحية. والنخشوش بتاعها أحمر وكده. ده سمك اللي أنا اللي بنتي هتطلعه ده. ده اسمه سمك درك. الحقيقة أنا أول مرة أجيبه بس عجبني جدا جدا، وأنصحكم تجيبوه. هو غالي شوية، ب70 و80 يعني وكده. أنا كنت أشوفه في السوق وبحسبه تونة، يعني معرفش إن اسمه ولا حاجة. فأول مرة أكله بصراحة عجبني جدا، وأنصحكم تجيبوه يعني لو حد عايز يجيبه. اسمه دارك، وكيلو من 70 ل80 في السعر ده. وطبعا حبيبة قلبي بتنضف اهي السمك اهو كله. وطبق، وقلنكوش بقى البطروخ قد ايه، عملنا منه طبق بطريخ يعني. سمك مبطرخ. وبرضو السمك ده غالي برضو. المكرونة ده معروف طبعا في السوق اللي في اسكندرية، عارفين ان هو غالي وكده. فبصراحة مش خسارة فيهم الفلوس يعني، بجد يعني نغير عن البولتي وزهقنا منه بصراحة يعني البولتي ده. فربنا كده يكرمنا كده ويسهل الحال ويرخص الحاجة يا رب. واحنا كده يعني مرة كده ولا مرتين في الشهر نجيب أكلة كويسة، ومش زي الأول طبعا. وخلاص يعني هنعمل ايه؟ لازم نتعاون كده على الغلو والعيشة وربنا يكرمنا كلنا جميعا يا رب، واسترها معانا يا رب. هنعمل ايه؟ الله يكون في عون صحبات العيال. والله ربنا يرزقكم يا رب، وان شاء الله دي أزمة وهتعدي على خير. و... ونرجع بقى للسمك، لموضوعنا بتاع السمك. طبعا هي بقى ايه، حبيبة قلبي بتنضفه. هتنضفه دلوقتي خالص، وهتخليه 100 100، وهتعمل بقى التتبيلات بقى والحاجات. طبعا انا لقيت كابوريا مش كبيرة قوي، مش مشكلة برضو هي عشان غالية. فجبت منها. ولقيت جمبري صغير، والله الجمبري الصغير ب50 جنيه تقليه كده. يعني جبت برضو نص كيلو جمبري نقلوه. يعني احنا الصغير ده مش بيتنضف يعني، نقلوه كده و... وجنب الاكل يعني سناكس كده يعني. تمام. وبعدين يا بنات بقى اقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين. العام الجديد يا رب، وربنا كده يجعله عام سعيد علينا وعلى أمة محمد، وبخير ويمن وبركات يا رب العالمين. تمام اهو، كله اتنضف بقى زي الفل. البطروخ، شوفوا طبق البطاريخ تحفة. ومحضرين بقى الكبة، ومحضرين التتبيلة للرز. وهنعمل للتتبيلة، وهنعمل ايه للجمبري وللبدنجان والكله يلا. فهي ايه، حطت بقى فلفل وطماطم وثوم وليمون بقشره، مطلع البذر منه. والبهارات بقى يا حبيبتي، بهاراتك. تحطي ملح وفلفل وكركم وكمون وكزبرة ناشفة، كل بهاراتك الحلوة دي، وبابريكا. وايه تاني حطينا؟ بابريكا اهي.
زي الفل. انا بوريك بهارات سمك، دي جايباها من فتح الله، يمكن شفتوها في المشتريات بتاعتي قبل كده. دي بهارات سمك والله بتخليها خطيرة خطيرة، تخلي طعم السمك والجمبري تحفة. وطبعا والملح والليمون. وهنضرب كل ده في الكبة. فلفل اسود، حطينا فلفل اسود، كزبرة هي انا قلت عليها، وبعدين ليمون، تعصري كام ليمونة كده، ولسه هنعصر ليمون تاني برضه. فهنضرب ده في الكبة كده ونشوف ايه اهو. بصي بقى الخلطة دي ما اقولكيش، حطي فيها بقى على اللي هتعمليه في الفرن، على المقلي، على الجمبري، على الرز. فالتتبيلة تحفة تحفة. بصي حطيت ليمون تاني. بصي بقى السمك ده هعمله في الصينية، وهاخد واحدة منها لكمني اول مرة اعمله، هقليها مع اللي انا هقليه. هشوفه في الفرن عامل ايه، وهشوفه في القلي عامل ايه. هو الراجل قال لي ده بيتقلى وبيتعمل صينية. فدي سمكتين كبار كده وواحدة اصغر شوية. وطبعا بنتبل بقى، هو السمك المكرونة اللي اكيد عشاق اللي بتحب السمك المكرونة في اسكندرية تقولي. ونقطع السمك بالنص كده عشان كمان مش هيدخل الطاسة. والسمكية هي اللي هنقليها، اللي هي الدارك دي برضو قطعناها لان هي كبيرة عن التاني. وكله متبل اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. واكله كانت عسل عسل والله، كانت جميله. كله تبلناه اهو، تبلنا كله. وعلى الجمبري اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص جهزنا كله كده تمام. ايه، حطيت على الجمبري كمان. دي بس حاجة عاملينها كده، يعني طماطم وبصل وخضرة وكده. هنحط عليها السمكتين اللي هما الكبار دول، وهندخلهم الفرن. طبعا بنتبلهم برضو بنفس البهارات يعني، وحبة من التتبيلة دي، وحبة ملح وشوية زيت، وتقلبيهم جدا يعني، تقلبيهم حلو خالص. وتحطيهم ونسند عليهم السمك برضو عشان ما يتحرقش ولا بتاع. كان والله كان جميل جدا والله بجد يعني. يعني انا بقول لكم اللي في الصينيه ده واللي في الفرن، اللي احنا يعني حطيناه في الفرن واللي قليناها، الاتنين احلى من بعض. فهندخلها الفرن بقى، نرش عليها زيت كده وندخلها الفرن. وهنقلي دلوقتي، هنعمل تتبيله الدقيق. ده دقيق يا حبايبي. وايه حبيبه قلبي، هتتبله وهتحط عليه نشا عشان خاطر يقرمش. وهحط عليه بقى ملح وكركم وكمون وكزبرة وبابريكا وكده برضو. ايه، هو السمك متبل بس ده عشان يبقى من بره، كان جوه وبره طعمه يعني عسل كده. كان جميل جدا، حاجة اخر حلاوة والله. وبعدين برضو ايه، تفرش كده اللي هي المفرش البلاستيك دي عشان تاخدي راحتك فيها زي ما هي عاملة كده. وتتبلي كده يا حبيبة قلبي. وتسخني الزيت برضو، ما يبقاش لدرجة عالية قوي ولا زي ما احنا شايفين كده، يعني يا دوب تطش كده زي ما بتحطي تسمعي صوت السمكة كده يا حبيبتي. وده في الصينية اهو تمام. لسه هنولع عليه الشواية. وادي الاكل تمام مية مية. كله اهو قدامكم المقلي اهو. وده بدنجان بالخل كده والفلفل غيرنا ما عملناش بطماطم. وده التحفة ده، تحفة 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 يعني. ودي المقلية جربناه والله عجبتنا جدا. وده المقلي والسلطة والرز والأكلة بتجنن، كانت بتجنن. بس لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم.